السلام عليكم. الفيلم اليوم كيدور على جزيره فيها غير العيالات، ما كاينش معاهم الرجال. خليك معايا باش تعرف شنو القصه. وقبل ما نبداو ما تنساش لايك الفيديو، فولو الصفحه باش يوصلك الجديد انت الاول. في الاخر اذا عجبك الفيلم بارطاجيه مع صحابك وخلي لي كومونتير كيفاش جاتك النهايه ديال الفيلم. نبداو على بركه الله. كتنتشر اشاعه بلي كاينه جزيره سريه في المحيط الجنوبي، وهاد الجزيره فيها غير العيالات ما كاينش معاهم الرجال. هادشي علاش الناس سموها الجزيره العذراء. وكيقولوا بلي العيالات ديال هاد الجزيره عندهم واحد البذره كتخليهم يحافظوا على الشباب ديالهم مده طويله. هادشي علاش بزاف ديال الناس كيقلبوا على هاد الجزيرة، منهم الأستاذ سونغ اللي باغي يكون خالد حتى هو وما يموتش، وقرر يدير جائزة مالية كبيرة لأي واحد يقدر يلقى الجزيرة العذراء. هنا كيبان وانغ البطل ديال الفيلم كيقرا الأخبار اللي منتشرة وكيشوف الجائزة المالية الكبيرة اللي حاط الأستاذ سونغ، وفي وسط الخبر كنعرفوا بلي الجزيرة العذراء غامضة بزاف وما عمرو شي واحد مشى يقلب عليها وقدر يرجع. الوحيد اللي كيقولوا قدر يوصل ليها هو باحث مشهور سميتو لي. هاد لي كيكون هو باه ديال وانغ، ولكن ما عمره ما رجع من الجزيرة، ما خلى رسالة حتى واحد، حتى ولدو ما عارف عليه والو. والاشاعه اللي كاينه انه عجبو النساء ديال الجزيره وما بغاش يخرج منها. وانغ شاف الجائزه ديال الاستاذ سونغ بحال شي فرصه كان كيتسناها، قرر يشارك فيها باش يقلب على باه. الصباح كيمشي للبحر باش يركب في الباطو وكيتلاقى مع واحد خونا سميتو يونغ. هاد يونغ كيبقى طالقها على وانغ، كيقول له راه عاد خارج من البحريه والبحر بالنسبه ليه بحال شي لعبه. كيجمعوا كاع داكشي اللي غيحتاجو في الرحله وكيطلعوا في السفينه. قبل ما يمشيو جا واحد وعطاهم جهاز تتبع، وهنا كتبدا الرحله. في الاول كانوا متفائلين وعندهم امل كبير يلقاو الجزيره، ولكن من بعد شهرين ديال البحث ما لقاو والو. فبداو يتشائموا حيت الماكله اللي خداو معاهم قربت تسالي هنا، هما يقولوا مع راسهم واقيلا خصنا نرجعو بحالنا. في الصباح وان كان ناعس حتى فيقوا واحد الطير باحسن طريقه. ملي شافو فرح حيت يمكن يكونوا قرابين لشي جزيره. هز المنظار ديالو ولقى بصح الجزيره قريبه. فرحوا بزاف، ولكن الامواج ما خلاوهمش يقربوا اكثر، وما يتسيبوا في الماء باش يضربوها عومان. من بعد كنشوفوهم مرميين جنب البحر. فاش فاقوا لقاو جيش ديال النساء مدورينهم. وانك ما فهم والو، سقساهم واش هذه هي الجزيره العذراء، ولكن ما جاوبوش. بداوهم ربطوهم وسط المخيم ديالهم وبداو كيستجوبوه. يونغ بغا يدير فيها قافز عاوتاني وقال مع راسو يدوخهم غير بالهضره، وهما يسلخوه وحطوهم قفز هاد المره باش يعاقبوهم. هنا جات الزعيمه ديال القبيله اللي سميتها بيترياش وكتقول بلي هذيك اكثر من 500 عام والرجال كيحاولوا يقتحموا الجزيره ديالهم. يونغ بقى مستغرب كيفاش هادي عاشت 500 عام، وسولها واش النساء ديال الجزيره ما كيموتوش. بيترياش ما جاوباتوش، مشات وخلاتهم محبوسين. غير مشاو كاع العيالات. يونغ جبد موس كان مخبيو تحت حوايجو واتفق مع وانغ باش يهربوا ملي يطيح الليل. جا الليل وقدروا يخرجوا من القفز. هنا تفرقوا حيت وانغ بغا يمشي يقلب على باه ويونغ بغا غير يهرب من الجزيره. موراها كنشوفوا يونغ في الغابه، ووانغ مشى للقريه ودخل في واحد الكوخ. الغابه ديال الجزيره كانت عامره بالافخاخ، ويونغ القافز داز فيهم كاملين. في الاول طاح في حفره، ومن بعد تضرب بسهم في ظهره وزاد طاح عليه جوز الهند فوق راسو. في هذا الوقت مويان وحده من بنات القبيله ومعها اختها الصغيره مون دخلوا في نفس الكوخ اللي كان كيقلب فيه وانغ، وكنعرفوا بلي هذا الكوخ هو الحمام ديال القبيله. فاش بدات مويان كتحمم، وانغ بغا يخرج قبل ما يشوفوه، ولكن شافته البنت الصغيره وبدات كتغوت. موراها كنشوفوا وانغ هربان والعيالات جارين موراه حتى شدوه وداوه لبيت رياش باش تحكم عليه. بيت رياش قالت له بلي الهروب من الحبس عندهم خطيئه كبيره، واللي كيحاول يهجم على القبيله كتعاقب بالموت. في هاد اللحظه كيدخل عليهم يونغ وهو كامل مضروب، وهكذا كيبغي ينقذ صاحبه. كيقول لهم هو عسكري ومدرب مزيان، كيبدا يدير شي حركات غير بوحدو باش يخلعهم، لكن هاد العيالات ما معاهمش اللعب. ربطوه حتى هو مع وانغ. وبيترياش كتقول لهم في القبيله ديالهم اذا شي وحده شافها شي راجل في الحمام كتسمع عليها قبيحه، داكشي علاش حكمت عليه بالاعدام. وقبل ما تصيفطهم يتعدموا، بيترياش كان عندها فضول تعرفهم على الجو الجزيره. وان كيقول لها الصراحه ملي هو جاي يقلب على باه اللي جا لنا قبل 10 سنين. وبيترياش كتقول له هي عاقله على باه، ولكن اذا لقاتو حتى هو غادي تقتلو. موراها كتقول البنات اللي معاها ياخذوا وانغ ويونغ باش يتشواو وحده الشجره المقدسه. يونغ كيخاف بزاف، كيقول لبيترياش بلي هو ما عنده حتى دم، حيت ماشي هو اللي شاف مويان في الحمام، وكيطلب منها تخليه يعيش ولكن ما بغاتش. موراها كنشوفوهم كيتوجدوا باش يتشواو، داروهم برماس كبارين عامرين بالماء وزادوا عليهم العطريه. قبل ما يديروهم فوق العاب يطيبوا دخلت مويان، مشات عند وانغ وقالت له بسببه غادي تسمى عليها قبيحه حيت جسست عليها وهي في الحمام، وباش تمحي هذا اللقب خاصها تقتلو. حتى قربت تذبحو وهي توقف يدها، فكت له الحبل اللي كان مربوط به وخلاتهم يهربوا. قالت له هي كتكرهو بزاف ولكن ما باغا حتى واحد يموت بسببها. فاش جاو يهربوا دازوا عاود من طريق الغابه وطاحوا في كاع الافخاخ اللي فيها. ولا غدا في الصباح كيشدوهم العيالات عاوتاني وكيربطوهم قدام الشجره المقدسه نيشان. هاد المره باينه غادي يموتوا ما فيهاش، حيت كنشوفوا العيالات فرحانين وكيوجدوا العافيه. شويه كتجي وحده كتجري قالت لهم شي بنت كتغرق في البحر. حنا البنات كاملين تسلعوا مشاو كيجريو باش ينقذوها. وانغ ويونغ استغلوا الفرصه وحرقوا الحبل اللي كانوا مربوطين به. ملي جاو يهربوا ما ردوش البال ملي شعلوا العافيه في الشجره المقدسه. في هذا الوقت البنات كانوا كيبكيو وكيغوتوا حيت صاحبتهم كتغرق وهما ما قادرين يديروا والو. الدراري بجوج كانوا هاربين، ولكن وانغ ما قدرش يمشي ويخلي البنت كتغرق. رجع كيجري هو ويونغ ودخلوا جدوا البيت اللي كانت سميتها تشون هو. فاش خرجوها كانت سخفانه، ويونغ دار ليها تنفس اصطناعي ويسفع. البنات فرحوا وبداو كيصفقوا عليهم بجوج.
موراها رجعوا كاملين عند بيترياش، وجون هو بقات كتطلبها باش تسمح ليهم حيت نقدروا فيها وكنشوفوها بحال هي بدات كتعجب بهم، حتى قربت تعفي عليهم بيترياش وهي تاخذ الخبر بلي الشجره المقدسه تحرقات. فاش عرفتهم هما السبب كتقرر تعدمهم عاوتاني. مويان وجون هو بجوج هاد المره اقترحوا عليها تعطيهم فرصه اخرى، وبيترياش كتقول بلي عندهم مهله ديال 3 شهور باش يرجعوا الشجره كيف ما كانت، واذا ما قدروش غاديين يموتوا. في ديك الساعات كيبداو يحاولوا يصلحوا الشجره وكيتقيوها، مع المده الدراري بجوج اللي تخربوا من البنات ديال القبيله ورجعوا كيعاونوهم في الشغالات ديالهم وعلموهم تقنيات جديده. في هذا الوقت جون هو كتحاول تقرب من يوم وكتجيب ليه الورد والماكله كل نهار باش تلفت الانتباه ديالو. موراها كنشوفو وان كيجري باش ينقذ مويان حيت شاف واحد حي حداه، ولكن مويان كتقول له بلي هي اللي مربياه. كدوز ايام، واحد النهار الشجره المقدسه كتبدا ترجع كيف كانت، وهنا البنات كاملين كيفرحوا مع الدراري وكلاو شطحوا ديك الليله كامله. شويه وان كينتبه لمويان كتشطح غير بوحدها وفرحانه، تما كيحس بالقيمه ديال الحياه الهادئه اللي عايشينها في هذه الجزيره. كيقول مع راسو بلي هذه الجزيره تستاهل تموت عليها، وعرف شحال هو محظوظ حيت قدر يلقاه، وكيقرر يبقى باش يحمي مويان والقبيله ديالها. موراها كتجي مويان لعندو وكتبدا تعاود ليه على التاريخ ديال القبيله من الاول، وكتقول له قبل مده طويله كانت قبيله اخرى فيها غير البنات وكانوا كيسميوها القبيله ديال الساحره. وديك القبيله تولدت بشي طريقه عجيبه، وكيقولوا بلي كانت قريبه للطبيعه بزاف، وكانوا عايشين مع البشر البدائيين ومسؤولين عن الحمايه ديال البذره، والمهمه ديالهم يحافظوا على التوازن في الطبيعه. ولكن مع بدا التوسع ديال البشر تزادت عندهم الرغبه في القتل. واحد النهار انتشرت الاخبار بلي البذره ديال الخلود كاين عند القبيله ديال الساحره، هما يهجموا عليهم وداروا لهم اباده جماعيه. وباش يحميوا البذره الزعيمه ديال ديك القبيله عطاتها الاصغر بنت كانت معاها وطلبات منها تهرب وتبعد لديك البلاصه شحال ما قدرات. البنت وهي هربانه شافت عائلتها كتموت قدامها، ولكن كملات في الطريق كيف ما طلبت منها الزعيم. ومن بعد مده فاقت ولقات راسها في جزيره مهجوره، وديك البذره اللي كانت معاها مع الوقت بدات كتنتشر في المكان كامل، والجزيره المهجوره رجعت فيها الحياه من جديد. ومع المده ديك البنت كبرات وعملت قبيله جديده في ديك الجزيره وفيها غير العيالات، وبقات محافظه على البذره. وهنا مويان كتقول لوانغ بلي ديك البنت الصغيره هي بيترياش، وبلي هما من حاضرين من القبيله ديال الساحره اللي كانت في الماضي. ولا غدا في الصباح مويان مشات مع وانغ للبلاصه اللي شافت فيها با اخر مره، وتما وانغ لقى مذكره ديال با وقرا شنو مكتوب فيها. با كان كاتب على الوقت الزوين اللي دوز في الجزيره، حيت كانوا ظريفين معاه وعاملهم مزيان، ما كانش باغي الناس يعرفوا بلاصتهم ويجيو يدمروا لهم حياتهم. هادشي علاش ما رجعش باش يبلغ عليهم، حيت ما بغاش توقع لهم شي حاجه بسببه، وبغاهم يبقاو منعزلين على الاطماع ديال الناس. في الاخر ديال المذكره كيكون كاتب بلي توحش ولدو وانغ بزاف، ولكن كيتمنى يجي النهار اللي يتفاهم فيه الاختيار ديالو. موراها كنشوفو وانغ ويونغ جالسين جنب البحر، ووانغ كيبدا يهرس جهاز تتبع اللي جابو معاه. وقبل ما يمشيو سمعوا واحد الصوت جاي من ديك الجهاز، هادشي كيعني بلي الجهاز باقي خدام، وبالعكس بلاص ما يتهناو منه صدقوا عطاو الاشاره للاستاذ سونغ باش يجي. في المشهد اللي موراه كنشوفو الاستاذ سونغ فعلا حدد فين كاينه الجزيره. وانغ ويونغ حاولوا يقنعوا بيترياش باش تهرب من الجزيره، حيت الاستاذ سونغ غيجي مع الرجال ديالو باش ياخذ البذره اللي كيحميوها من شحال هادي. ولكن بيترياش ما بغاش وقالت بلي غتدافع على الجزيره ديالها. هنا كيقرروا يديروا خطه باش يحميو راسهم. وانغ ويونغ كيعلموا البنات طرق كيفاش يغريو الرجال باش يقدروا يغلبوهم. من بعد فتره قصيره قدر الاستاذ سونغ يوصلوا معاه بزاف ديال الرجال، وكيمر مجموعه منهم ينزلوا يقلبوا في الجزيره. ولكن فاش وصلوا لوسط القبيله تفاجئوا بان لقاو البنات كيتسناوهم. من بعد كينفذوا الخطه اللي اتفقوا عليها وكيغريوهم وكيسكروهم حتى كينعسوا. داز الوقت والاستاذ سونغ ما وصلوا حتى اخبار، قرر ينزل هو نيتو مع الرجال ديالو كاملين باش يقلب بيد. هنا وانغ ويونغ كيتعرضوا ليه كيحاولوا يقنعوه بلي هذه ماشي هي الجزيره العذراء، وكيطلبوا منه يرجع بحاله بلا ما يضيع وقت، ولكن ما تيقهمش. كيما الرجال ديالو يهجموا على الجزيره. من بعد كنشوفوا البنات ديال الجزيره كاملين مكتفين معاهم حتى وانغ ويونغ، وكيجي بيترياش كيبدا يهدد فيها باش يعطيه البذره حيت بغا يبقى شاب بحالهم. وطبعا هي ما بغاش. هنا الحقير كيشد مون البنت الصغيره وكيقول لها اذا ما عطاتوش البذره غادي يقتلها. بيترياش فاش ما لقات حتى شي حل قدامها وبقات تعطيه البذره. وفي الطريق فاش كانوا غاديين جون هو قدرات تطيح واحد من الرجال ديال سونغ وفقداتو الوعي، والبنات كاملين داروا بحالها وتحاموا على الرجال اللي بقاو وقدروا يغلبوه. سونغ فاش شاف هادشي هرب خدا مع وانغ ولبسوا قنبله وقال له اذا ما وراش فين كاينه البذره غادي يفجرها. في هاد اللحظه كيوصل اليوم وبيترياش معاهم كاع العيالات وهجموا على سونغ. فاش بغاو ياخذوا له جهاز التحكم بالغلط طاح في الارض وتفاعلت القنبله. هنا وانغ قرر يضحي براسو في سبيل الجزيره كامله، داكشي علاش كنشوفوه بدا كيجري الجهه ديال البحر وكيتفكر الوقت الزوين اللي دوز في الجزيره والذكريات ديالو مع العيالات خصوصا مع مويا. وفي هاد اللحظه فهمت الضحيه اللي دار باه شحال هادي وفرح حيت حتى هو غيضحي من اجل الجزيره. من بعد شويه كنشوفوا القنبلات فجرات وسط البحر، مويان والبنات كاملين بداو كيبكيو تولفوا على وانغ وما توقعوش يضحي بحياتهم من اجله. ولكن في المشهد اللي مور هذا كنشوفوا وانغ مرمي جنب البحر ما وقع عليه والو، قدر يعيش بشي معجزه. غالبا السحر ديال البذره هو اللي انقذو حيت ضحى براسو باش ينقذ الجزيره اللي فيها البذره. هنا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيلم. اذا بقيتي معايا حتى لهنا ما تخرجش قبل ما دير لايك وبارطاجي مع صحابك،
وخلي لي كومونتير كيفاش جاك الفيلم، واش النهايه مزيانه ولا كان يمكن تكون احسن من هذه. وما تنساش اهم حاجه فولوي الصفحه باش يوصلك الجديد انت الاول. تشاو.